يا جماعة وانت بتقرأ في القانون بتشعر وكأنه ما في شريعة إسلامية، وكأنه هاي الاتفاقيات والمنظمات الدولية هي من تريد أن تصنع وتربي الأجيال وتحافظ على حقوق المرأة وحقوق الطفل. منح حق التبليغ للجهات الأمنية والرسمية على الأهل، يحق له البنت أو الطفل يروح يشتكي على والده إذا مسك تلفونه وفتش التلفون إنه شو بتعمل في التلفون، بحق له يشتكي وبحق له يسجن أبوه. معقول وصلنا إنه إحنا نوقع مثل هذه الاتفاقيات؟ أنا أقول وبكل أمان أن هنالك مخطط يستهدف الجيل القادم، والدليل أنه تغلق مراكز القرآن في وجه الأطفال وتفتح مهرجانات صيفية في كل قرية. هذا حق الطفل، حقه مثل ما بدك إياه يحضر حفلة ويرقص في تخرجه من مدرسة، من حقه يحفظ القرآن الكريم، ومن حقنا نربي جيلنا على طاعة رب العالمين. أحذر من كل ما يمس حقوق الطفل والمرأة في بلدنا. هذه الاتفاقيات واتفاقية سيداو والمؤتمرات التي تعقد والأموال التي تصرف، أحذر من تبعاتها يا إخوان. أخشى من بعض معالي الوزراء أن ينطبق عليك قوله تعالى: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. القضية ليست قضية فلان أو جماعة أو حزب، على قدر ما أنك تتعامل مع قضية قرآن. لا يقبل في بلد الهاشميين أن تغلق مراكز القرآن الكريم. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.